احمد المحمدي واحد من اكتر اللاعبين اللي اتظلموا وما خدوش حقهم في تاريخ الكرة المصرية. انا سيف الهواري وده فيديو جديد من انا واحد من الناس بستغرب جدا من تهميش تاريخ احمد المحمدي. يعني مثلا على سبيل المثال انت لو جيت سألت اي حد في مصر وقلت له مين افضل باك رايت جه في تاريخ مصر هتتراوح الاقوال بين احمد فتحي، ابراهيم حسن، ياسر ريان، كل الكلام ده. وانا مش يعني دول لعيبه كبيره، انا مش بقلل من حد، بس ليه ما فيش حد هيذكر احمد المحمدي مع ان كل الاسامي اللي انا ذكرتها دي كلهم محدش فيهم عمل التاريخ اللي احمد المحمدي عمله في مشوار الاحتراف. فلو انت لسه بتقلل من احمد المحمدي اوعدك انك هتغير رايك بعد الفيديو ده. في البدايه بس انا حابب اعرفك ان احمد المحمدي هو اللعيب الوحيد في تاريخ الدوري المصري اللي راح الدوري الانجليزي مباشره وهو ما بيلعبش في اهلي او زمالك. بدايه احمد المحمدي كانت مع نادي غزل المحله، والمحمدي قعد فتره الناشئين كلها بيلعب فيرود، ما لعبش ابدا رايت باك دي. بعد ما تصعد للفريق الاول وعنده 16 سنه اتوظف للرايت باك وقدر يحجز مكان اساسي في تشكيله غزل المحله وهو عنده 16 سنه. لعب معاهم موسمين ثم من خلالها انتقل لنادي انبي في عام 2006، ودي كانت بداية لمعان أحمد المحمدي في الدوري المصري. قعد مع انبي حوالي 6 سنين، عمل من خلالهم أداء رائع جدا جدا وقدر من خلال نادي انبي يحجز مكان اساسي في تشكيله منتخب مصر التاريخيه مع كابتن حسن شحاته، وقدر يشارك في بطوله كاس افريقيا 2008 وبطوله كاس افريقيا 2010. وبعد كل بطوله من البطولتين دول اللي هم 2008 و2010 المحمدي كان بيجيله عروض كتير جدا من اوروبا. خلينا نبتدي اول ببطوله 2008. بعد بطوله 2008 جه اول عرض رسمي لاحمد المحمدي من نادي هيرتا برلين الالماني. هيرتا برلين بعد عرض رسمي لنادي انبي. بس نادي انبي زي ما انت عارف وانا عارف ومحمد عارف وانت يا حسام اكيد عارف، كلنا عارفين ان انبي ما بتسيبش اللعيب غير لما بتطلب فيه فلوس الدنيا كلها. هات لي فلوس الدنيا كلها واسيبه لك. لو في 2 جنيه مش موجودين في فلوس الدنيا، لا انا عايز فلوس الدنيا كلها كامله متكامله تجيبها لي. ما دام انا عندي لعيب كويس يبقى حقي بقى اطلب اللي انا عايزه. فطبعا الصفقه باظت بسبب مغالاه انبي الماديه وانسحب هيرتا برلين من الصفقة. وده كان أول عرض رسمي من أوروبا يفشل مع أحمد المحمدي لغاية ما المحمدي بيجي للدوري الإنجليزي. نادي بلاك بيرن لوفرز بعت له عرض رسمي، بس العرض ده كان مختلف شوية، كان فترة معايشة. هتيجي الأول تقضي معانا فترة معايشة، الدنيا تمام، نبدأ بقى نقعد على الترابيزة ونشوف إمبي عايزة إيه ونبدأ نحل. فإمبي قالت خلاص ما دام فترة معايشة روح يا عم فترة معايشة وابقى قابلني لو اتقبلت وانا وافقت. يعني انت هتبقى تتقبل بس قابلني لو انا وافقت. وبالفعل ده اللي حصل. المحمدي راح عمل فترة معايشة والدنيا كانت زي الفل وعجبه المدير الفني والدنيا هناك والناس عجبته واحمد المحمدي عايزينه بقى. فرفع سماعة التليفون على انبي، الراجل اللي انت بعته لنا ده زي الفل، عايزين نخلص الموضوع. طبعا انبي طلبت نص انجلترا، نص انجلترا تتكتب باسمهم. فطبعا رجعوا احمد المحمدي ايده ورجل، يعني يلا يا عم اتكل على الله، برجعوه في اول طياره على طول. ما مش أصل فرق اوروبا جايب عليه 18 سنه 19 سنه، لسه هنصرف عليه ولسه هنعلمه ولسه هنعلمه وصول مركزه ولسه هتطلب فيه ارقام. لا. فطبعا تاني صفقه بتبوظ على احمد المحمدي ورجع تاني احمد المحمدي الانبي وفضل مكمل زي ما هو. بص انا ده كله لسه بحكي لك معاناه المحمدي عشان يطلع من انبي. بالمناسبه طول الفتره دي المحمدي كان بيجيله عروض رسميه من الاهلي والزمالك وانبي كانت موافقه عليهم كلهم لان هم كانوا كفلوس كانوا اكتر من اللي جاي له في اوروبا. طبعا الاهلي والزمالك بيدفعوا اكتر من اي عرض هيجي لك من اوروبا. فانبي كانت موافقه وكان في عرض رسمي فعلا من الاهلي والاهلي كان هيدفع فيه رقم كويس جدا. بس المحمدي قال لا اما هحترف لا اما مش هطلع في حته. ولان هو شاف الكلام ده فعلا، شاف ان الموضوع قريب. انا جالي عرض من الدوري الالماني عرض رسمي ورحت عملت فتره معايشه في الدوري الانجليزي واتقبلت. فخلاص هو عاش في اوروبا، خلاص هو شايف هو دماغه دلوقتي في اوروبا، خلاص هو ما بقاش شايف اي حاجه في الدوري المصري. فحتى لو الاهلي عرض عليه 3 مليار هو ما كانش هيروح. ففضل قال لي انبي انا لا هروح اوروبا لا مش رايح في حته.
وفي 2009 بيجي له ثالث عرض، وبيجي له عرض قوي جدا من الدوري الانجليزي من نادي ساندرلاند. وقتها المدير الفني لنادي ساندرلاند كان ستيف بروس، اللي كان ليه فضل كبير جدا في مسيره المحمدي، وهنيجي ده بعدين. ساعتها اشاد جدا بالمحمدي، وقال المحمدي يمتلك كل المقومات اللي تنجحه في الدوري الانجليزي، واطمح ان فريقي يعرف يخلص صفقه احمد المحمدي. انا عايزك بس تخيل معايا ان الكلام ده بيتقال على واحد بيلعب في الدوري المصري مع نادي انبي، مش اهلي وزمالك، وبتاع الكلام ده من مدير فني في الدوري الانجليزي، وبيجي له عرض من المانيا، وبيجي له عرضين من الدوري الانجليزي. يعني احمد المحمدي كان طالعه، يعني هو ساعتها عشان ما كانش في سوشيال ميديا، والناس ما كانتش الناس ما كانتش مهتمه قوي بالموضوع ده، فمسيره احمد المحمدي في مرحله الشباب وهو صغير ما اتشافتش قوي. بس المحمدي كان باك عصري، وما كانش في باك في مصر قده. نرجع تاني لساندرلاند. ساندرلاند زي ما قلت لك بعت عرض رسمي لنادي انبي، وطبعا مش محتاج اقول لك ان انبي خلت العرض زيه زي العروض اللي قبل كده، وركنت على الرف، وطلبت برضه طلبات غريبة، وبرضه الصفقة باظت بسبب مغالاة إنبي في الصفقة، وفضل المحمدي مكمل مع إنبي زي ما هو. أنا بصراحة معرفش هو استحمل الكلام ده كله إزاي. يعني أنا لو مكانه، أنا هفرتك مصنع الأنابيب، أي مصنع أنابيب هشوف مصر وراها هفرتكه. معرفش بصراحة استحمل الكلام ده كله إزاي. المهم هنيجي بقى لكأس أفريقيا 2010. كأس أفريقيا 2010 المحمدي لعبها كلها بشكل أساسي، وعمل أداء كبير جدا. وخلاص هنا بقى المحمدي الناس عرفته واسمه بيتردد، وخلاص المحمدي هنا بقى نجم دولي كبير في مصر. بعد البطولة دي مين بقى اللي بيكلمه تاني؟ ايوه، نادي ساندرلاند بيرجع يكلم احمد المحمدي تاني. ستيف بروس كان بيحب المحمدي جدا. يعني انت ساعتها لو كنت عرضت عليه المحمدي ولا داني الفيس كان يقول لك انا عايز المحمدي. هو كل فتره انتقالات من ساعه 2008 لغايه ما المحمدي صفقته، كل ده هو عايز المحمدي، انا عايز المحمدي، انا عايز المحمدي. وبيطلع يتكلم في الصحافه، وبيطلع يقول لك في لعيب في مصر هيبقى نجم، هيبقى واحد من نجوم الدوري الانجليزي، ولو قدرت اجيبه. كان بيحب المحمدي جدا. وبعد 2010 ساندرلاند بتبعت عرض رسمي تاني لنادي انبي، والمره دي بقى خلاص بقت فيها ارقام. ساندرلاند حطت رقم كبير، لان دلوقتي المحمدي بقى نجم دولي، عكس السنين اللي قبل كده. كان مع المنتخب في 2008 بس ما شاركش، وكان لسه لعيب صغير. انت هنا بعد 2010 خلاص الموضوع اختلف، بقى واحد اساسي مع منتخب بلده، واساسي مع اجمد منتخب في افريقيا. فطبعا الرقم اللي هيتحط هيبقى رقم كبير، وبالفعل الرقم اللي اتحط رقم كبير، وهو 2 مليون استرليني. ساندرلاند بعتت عرض رسمي لانبي ب 2 مليون استرليني. طبعا انت مفكر ان كده خلاص بقى انبي ملهاش حج، والمحمدي راح والدنيا زي الفل. احب اقول احب اقول لك انك غلبان يا صاحبي، بصراحه غلبان لسه ما يعرفش لسه انبي وايمن الشريعي والرجاله الجدع اللي هناك دي. لا يا صاحبي، محمدي ما راحش، والصفقه باظت برضه، وما رضيوش برضه، كانوا طالبين اكتر من كده. قال لك لا، ما انت كنت جاي لنا ساعتها هو لسه لاعب صغير، دلوقتي المحمدي بقى لعيب جامد في منتخب مصر، فهنحط رجل على رجل ومش هنبيعه. غير بص، تحس ان هم عارف، لو جالهم 10 مليون هيقول لك لا عايزين 15، لو جالهم 15 هيقول لك لا 20. هو خلاص. انبي عندها فلسفه كده، ما دام انا عندي لعيب كويس في قطاع الناشئين، او لعيب ده خلاص كده حته كنز بالنسبه لي، انا لقيت اثار، فانا الاثار ده مش هسيبه غير لما استفاد منه على المدى القصير والمدى الطويل والمدى المتوسط وكل حاجه. وساعتها حصل خناقه وكلاش كبير بين وكيل احمد المحمدي اللي هو كان ساعتها نادر شوقي، ومجلس اداره انبي. ونادر شوقي طلع قال مجلس انبي مجلس غير محترف، ومش عايزين يسيبوا احمد المحمدي، وعايزين ينهوا مسيرته، وجاي لهم عرض رسمي ب 2 مليون استرليني. ردت انبي عليه، طلعوا قالوا احنا ما جالناش عرض رسمي، العرض اللي جالنا مش عرض رسمي. ما اعرفش من العرض ده عرفي يعني ولا ما اعرفش، بس هم ساعتها انبي كان تبريرهم ان ما فيش عرض رسمي وصل للنادي. الله اعلم مين اللي صح، يعني الله اعلم جه عرض ولا ما جاش عرض، ما نعرفش. بس المهم ان احمد المحمدي فضل في انبي، ما راحش في حته، ولا راح بقى عرفي ولا راح رسمي، فضل قاعد في انبي. هو ده دي النهايه. لحد ما نيجي في شهر 6 في 2010، نادي ساندرلاند بيبعت عرض تالت لنادي انبي. زي ما قلت لك السيب بروس خلاص هي قفلت معاه، انا هجيب المحمدي، انا هجيب المحمدي.
هو مش عايز حد في اوروبا غير المحمدي، مش عايز حد في العالم غير المحمدي. فبعتوا عرض تالت لنادي ام، بس المره دي بقى لعبوها بصياعه. دخلوا صح. هو بص، مجلس اداره ام لازم تدخل له صح. دخلت له صح خلاص، انت هتاخد الصفقه وهتاخد عينيهم وهتاخد كل حاجه. الدخله غلط، فانت خلاص كده انت الدنيا قلشت معاك. فهم دخلوا صح. ايه بقى الدخله الصح؟ قالوا لهم بصوا، ان احنا عارفين اللي انتوا عايزين تاخدوا اكبر استفاده من محمد، واحنا كمان عايزين المحمدي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقسم بلد نصين. احنا هناخد المحمدي سنه اعاره، في السنه دي هنديكوا فيها $500,000. والله المحمدي تمام معانا وعدى السنه دي زي الفل وحبينا نشتريه، هنيجي نقعد على الترابيزه ونتفاوض، وساعتها هنكون متمسكين بيه وهنديكوا اللي انتوا عايزينه، لانه هيكون لعيب مهم بالنسبه لنا. والله المحمدي فشل وما نجحش، هيرجع لكم تاني وبقى تيجوا كسبتوا $500,000. فانتوا كده مش خسرين اي حاجه، ولا على المدى البعيد ولا على المدى القصير ولا اي حاجه. انتوا مش خاسرين في اي حاجه. فلعبوها صح. فايه بيوافق؟ ايه قالت لهم اه انت كده صح، انت كده فهمت دماغي. يعني هم كده، انت ما دام جيت لي من على الدائري، عارف، لو جيت لي من العادل، ما دام لفيت من على الدائري، انت كده اخويا وحبيبي وكفاءه. فهم موافقوا، والمحمدي راح بالفعل لساندرلاند. محمدي راح، كان ساعتها فترة الإعداد للموسم الجديد. طول فترة الإعداد المحمدي كان على مستوى آمال وطموحات ستيف بروس، وفعلا كان بيقال له أنت صح. وستيف بروس اقتنع اللي هو صح، وأحمد المحمدي راح عمل أداء كويس جدا، وستيف بروس أشاد بيه تاني وطلع اتكلم عليه تاني، وقال انه لعيب قوي ولعيب سريع جدا وهيفيدنا جدا في الهجمات المرتده اللي هي دي اصلا مفتاح لعبنا. وكان ساعتها بيلعب وينج باك، ما كانش بيلعب باك رايت، او كان بيلعب وينج باك. وقال لك ده لعيب هيفيدنا جدا في الكرات المرتده. وكان محمدي عاجب الناس هناك جدا، وكان داخل دماغ ستيف بروس جدا. ولعب معاهم موسم 2011 وكان بيلعب بصفه اساسيه، وعمل اداء كويس جدا والناس هناك حبته جدا، وقرروا ان هم يشتروه بالفعل من نادي انبي. ساعتها بقى تفاصيل الصفقه ما محدش اعلنها يعني، ولا انبي اعلن تفاصيل الصفقه ولا ساندرلاند اعلنت تفاصيل الصفقه. احنا صحينا الصبح لقينا محمدي وقع رسمي لساندرلاند، ومحدش يهتم بقى يعرف الصفقه بكام. بس هو اكيد انبي الكيشه التكيشه اكيد بيستفادوا منها لغايه دلوقتي. يعني محمدي اعتزل، اكيد انبي لغايه دلوقتي لسه بتستفاد من محمدي لغايه ما ندخل موسم 2012. موسم 2012 هو الأسوأ لأحمد المحمدي مع ساندرلاند. ليه بقى؟ ستيف بروس اللي كان مدلعه ومحتويه ومشيصه وبيلعبه وهو اللي جايبه، رحل عن صفوف الفريق، وجه من بعديه مارتن اونيل. ومارتن اونيل طبعا ما كانش مقتنع قوي بامكانيات احمد المحمدي، فما بداش يلعبه. في موسم 2012 المحمدي ما لعبش فيه مع ساندرلاند تقريبا خالص. فبيقرر نادي ساندرلاند اللي هو يطلع احمد المحمدي اعاره لصفوف فريق هال سيتي. وبالفعل بينضم احمد المحمدي لهال سيتي، وبيلعب معاهم موسم 2013 ولعب الموسم كله بشكل اساسي، وعمل معاهم اداء كويس جدا والناس هناك حبته جدا. وقرروا ان هم يشتروه بشكل رسمي من ساندرلاند، وبالفعل نجحوا ان هم يشتروه بشكل نهائي عشان تبتدي اطول وافضل مسيره لاحمد المحمدي في الدوري الانجليزي مع هال سيتي. قعد معاهم تقريبا من 2013 لغايه 2017. في الخمس سنين دول المحمدي كان بيلعب معاهم في الدوري الممتاز، ولما نزلوا الشامبيون شيب فضل مكمل معاهم. احمد المحمدي شاف كل حاجه معاهم، يعني شاف العز وشاف القحرطه وفضل مكمل معاهم لغايه 2017. كان ساعتها الفريق نزل للشامبيون شيب، وكان احمد المحمدي بيلعب بشكل اساسي، وواحد كان من افضل الباكات رايت اللي موجوده في الدرجه الاولى، لغايه ما بيجوا له عرض من استون فيلا. استون فيلا كان لسه تحت برضه في الدرجه الاولى مع هال سيتي، بس استون فيلا كانوا عاملين فريق قوي وكانوا بيبنوا فريق عشان يقدروا يطلعوا بيه تاني للدوري الممتاز. كان واحد من ضمن العناصر اللي هم عايزين ياخدوها عشان يطلعهم تاني للدوري الممتاز هو احمد المحمدي. بالفعل احمد المحمدي بينضم لاستون فيلا في عام 2017. في 2019 بينجح استون فيلا بقيادة احمد المحمدي اللي هم يرجعوا تاني للدوري الانجليزي الممتاز. يرجع تاني المحمدي لمكانه الطبيعي وهو الدوري الممتاز، ولعب معاهم من 2019 لغاية 2021. في 2021 بيقرر احمد المحمدي اللي هو ينهي مسيرته مع عالم كرة القدم، وبيقرر اللي هو ينهي مسيرته وهو لعيب اساسي في الدوري الانجليزي. فطبعا نهاية محترمة جدا، ونهاية يعني هو مرضيش حتى يعتزل وهو في الدرجة اللي تحت. لا، هو يوم ما اعتزل وهو بيلعب في الدوري الإنجليزي وبيلعب على أعلى مستوى. ويعني بالنهاية فعلا تستحق
للمشوار الاحترافي لاحمد المحمدي. بس كده بتنتهي مسيره احمد المحمدي اللي كانت رائعه جدا. الحلقه دي انا عاملها عشان عايز اوثق مسيره واحد من افضل الباكات رايت اللي جت في تاريخ مصر وما خدتش حقها نهائي. محمد يا جماعه هات لي لعيب في تاريخ مصر عمل الاحصائيات دي في الدوري الانجليزي وعمل المسيره دي في الدوري. احمد المحمدي بيلعب من 2010 لغايه 2021 في الدوري الانجليزي، وفي خلال ال 11 سنه دول ما فكرش اللي هو يرجع مصر وما فكرش اللي هو يقع في نص الطريق. لا، ده فضل مكمل من ساعه ما طلع وهو صغير، وهو لسه عنده 21 سنه لغايه ما اعتزل بيلعب في اعلى مستوى. المحمدي لما تيجي تتكلم عن المحمدي لازم تحترمه ولازم تحترم مسيرته الاحترافيه، مش عشان هو ما لعبش في اهلي او زمالك. انا عايزك تتخيل معايا ان المسيره اللي انا بحكي لك دي كانت لنجم في الاهلي او الزمالك، كان زمان الناس هتتكلم عليه ازاي، او كان زمان دلوقتي اكيد اسطوره من اساطير الكره المصريه. بس اللي ظلم احمد اللي هو كان طالع من نادي انبي، وحتى لما كان بيجي منتخب مصر الناس كانت بتهاجمه، لان طبعا الاهلاويه عايزين احمد فتحي هو اللي يلعب والزملكاويه عايزين حازم امام هو اللي يلعب، وده كله كان بيجي بعامل سلبي على احمد المحمدي. فاحمد المحمدي واحد من اساطير الكره المصريه، واحد من الاساطير اللي شرفوا مصر في المستوى الاحترافي. فلما تيجي تتكلم عن احمد المحمدي لازم تتكلم عليه وتديله حقه، عشان هو فعلا يستاهل ان هو ياخد حقه في الكره المصريه. وبس كده يا صديقي، دي كانت حلقه النهارده. فلو انت لسه مكمل الفيديو لغايه دلوقتي فانا بحبك جدا وابعت لك تحياتي وابعت لك كل الحب اللي في الدنيا. بس اذنك بقى تنزل تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب. وبس كده، السلام عليكم.